بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخواني، أنا أريد أن أحدثكم عن موضوع مهم جدا أنا عايشته الآن من أكثر من 15 سنة، ألا وهو قضية زواج البنت المعاقة أيا كانت إعاقتها. أنا أبكتني كثيرا رسالة جتني من بنت معاقة مطلقة، كانت تقول لي إني في غاية السعادة. سبحان الله، كيف؟ قالت إن الله رزقني بولد. ليه؟ لأني أنا إخواني، هي وأنا أقول لكم إنه البنت المعاقة ما هي مشكلتها اليوم عندها أم وأب وإخوان يهتمون فيها، ذولا كلهم اللي سينشغل واللي سيرحل بعد 30 سنة من الآن ما هو حالها. يعني إذا ما كان عندها ابن يقوم فيها أو بنت تقوم فيها، والله هي سيكون حياتها صعبة. ولذلك يا إخواني، أنا الحقيقة أحث الذين يعني لديهم القدرة على الزواج تزوجوا بالبنت المعاقة، تنازلوا عن بعض الشروط. لماذا؟ لأن البنت المعاقة يا إخواني تراها منظمة في حياتها أكثر من غيرها، والبنت المعاقة إذا تزوجت تراها تتعلق بزوجها كثيرا. لماذا؟ عندها وفاء وعندها تعتبر هذا الزوج يعني فرج لها، ولذلك هي تتمنى أن تستمر حياتها معه. البنت المعاقة ما ينقصها شيء يا إخواني، تراها مثل بناتنا العادية، اللهم أنها بدل ما تمشي جلست على كرسي أو أصبحت مثلا كفيفة، والله لا يعيب هذا الأمر. أدخل السرور إلى قلوبهن، وأنا أبشر كل واحد تزوج بشابة عندها إعاقة بأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني الضعفاء فإنما تنصروا وترزقون بضعفائكم. طيب، المرأة عموما ضعيفة، وهذه اجتمع معها ضعف المرض الذي هو يعني لحكمة يعلمها الله عز وجل. فعندما أن تدخل السرور إلى امرأة بهذا الوصف، صدقني ستكون أدخلت السرور على شيء عظيم وتنال من الله عز وجل العون. أيضا أنا أخاطب أهل البنات المعاقات، يعني يسروا الأمور، لا تشددوا في المهور. ترى الآن البنات اللي ما عندهم معاقات أصبح فيه عنوسة كثيرة، فلذلك إذا جاءكم من يطرق الباب سهلوا عليه الأمر. وله عيب، والله ما هو عيب أنك تذهب إلى الجمعيات وتعرف بابنتك، لعل الله أن يرزقها، لأن الجمعيات المتخصصة هذه خاصة زي جمعية تيسير أو كذا عندهم قوائم، فممكن يدلونك على الخير. يسروا وأبشروا بالخير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.